بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأشجار كثيرا يقولوا سابقا أنها عدة أمراض، وهذه الشجرة تعالج بها الجروح، وشجرة قريبة من الريحان ثم الحبوب يعالج بها الجروح وآلام الحلق. وهذه الشجرة القطبة لها شوك مربى. وهذه التجارب يقولوا أنها حقيقة أنها فادتهم بعض الناس والأشخاص، أنهم فادتهم لتنزيل الحصى من الكلى والترسبات. يعني في الصين الطب التقليدي له دائمين، والدولة تدعمه برغم ما تطور الصين في مجالها الطبي، ولكنها تدعم الطب التقليدي. وعندنا في اليمن لا من جهة الأعشاب ولا من الدولة نلقى دعم لهذه يعني الأشجار، برغم أنه الأولين والمشايبة والأشخاص اللي قبلنا يقولوا أنها فادتهم وانفعنهم، ولكن احنا لا ندري أنها حقيقة أم عقائد. نتمنى أن يكون في دائمية المجال في هذه البحوثات.